السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من سلسله ايه احسن. لو عارفين السلسله ديت اللي بنجرب فيها منتجات السوبر ماركت زي الالبان والجبن والتونه والحاجات دي، ولو فاكرين احنا عملنا فيها قبل كده 4 فيديوهات. عملنا جبنه المثلثات والتونه والزبادي والفول المعلب، والنهارده بقى 5 فيديو اللي هنجرب فيه الجبنه المعلبه اللي هي الفته والرومي والشيدر والزيتون والشطه والاسطنبولي والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. يعني انا النهارده جبت تقريبا معظم الحاجات اللي في السوق، الانواع والبراندات، علشان نشوف بقى ايه احسن جبنه وكده. انا واحد من الناس كنت بحتار اجيب انهي نوع من الجبنه. انا اجيبها مثلا بالفلفل دومتي ولا عبولاند ولا رودس ولا بالزيتون ولا الحاجات دي. من كتر التنوع كنت بحتار يعني. قلت ايه اما اجيب كل الانواع مع بعض واجربهم كده واشوف ايه احسن فيهم. خلينا بقى نبدا على طول. بس قبل ما نبدا انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. ويلا بينا نبدا. طيب بقى تعالوا نبدا باول نوع، وهي الجبنه الفته، اللي هي الجبنه الساده خالص، اللي هي ما معلهاش فلفل ولا زيتون ولا اي حاجه، اللي هي الجبنه البيضاء العاديه خالص. جبت بقى 5 انواع من الجبنه الفته. اول واحد عبورلاند، جبنه فته عبورلاند. ثاني واحد جبنه فته رودس، بس دي بقى النوع الساده خالص. ثالث علبه رودس بس بالطماطم. رابع نوع دومتي، جبنه فته دومتي. خامس نوع طعمه، جبنه فته طعمه. جبت بقى معظم الانواع علب صغيره، لان بصراحه الحجم هيبقى كتير او الكميه هتبقى كتيره، وبالتالي التكلفه هتبقى كتير. فقلت ايه احنا محتاجين نجرب بس، فايه قلت اجيب العلب الصغيره. انا بقى ندوق واحده. ناخد مثلا اول واحده طعمه جبنه فته والسعر 8 جنيه. افتحها بالمقص. طيب من الواضح كده ان هي سايحه شويه، يعني مش ماسكه نفسها، وده شكلها لو انتوا شايفين، يعني جايه متفتته كده شويه، مش حته واحده، وميتها كتير. وعشان نعرف بقى ندوق صح جبت عيش توست عشان نعرف ندوق بالعيش، يعني ما ندوقش بالمعلقه وكده. برضه نجرب حكايه الفرد ديت، هل مثلا بتتفرد ولا لا، يعني تكون سهله الفرد ولا لا. جبنا كده واحده توست، نجيب المعلقه. شايفين كده طالعه كده مش ماسكه نفسها، تحسوها ميتها كتير، قوام يعني مش احسن حاجه. نفرد ندوق بقى، بسم الله. طعمها قوي قوي وملحها مظبوط، بس القوام هنا تحسه كده فيه مي سنه، يعني ميته زياده كده سنه. يا اتفردت على طول، بس لا، محتاج القوام يكون ماسك نفسه كده شويه، يعني لو مثلا هتغمزها ولا حاجه مش هتعرف. لكن الطعم حلو وكل حاجه، بس بقى مش هنعرف الفوق الا لما ندوق التانيين. بقى نخش على النوع التاني وهو دومتي جبنه فته، برضه السعر 8 جنيه. نفتح كده. هنا بقى اللي كنت بقول لكم عليه، هنا بقى الجبنه ماسكه نفسها قطعه واحده كده، تحس القوام فيها لا متماسك اكتر شويه، هو ده المطلوب يعني. نجيب برضه واحده توست كده. اهو شايفين الجبنه هنا بقى ماسكه نفسها شويه، وده اللي مطلوب. هي برضه في الفرد مش اسهل حاجه، بس لا يعني انا ممكن مش عايزه تتفرد قوي، بس يكون القوام متماسك كده، ويبقى ايه جبنه ليها قوام كده. بسم الله. هنا بقى الطعم مختلف خالص، طعم اهدى كده وحلو، يعني لما جربت طعمها حسيت ان اول ما اكلت كده حاجه ضربت في بقي كده، انما لا دومتي هاديه كده وطعمها احسن شويه، وبرده ملح مظبوط وكل حاجه فيها مظبوطه. والقوام برده زي ما قلنا عليه عامل مهم جدا، ان انت ايه تحس ان انت بتاكل حاجه كده، مش بتاكل ميه اكتر من الجبن. لحد دلوقتي لا، يعني افضل دومتي احسن من طعمه ايه شويه بسيطه. تعالوا بقى نجرب النوع اللي بعده، وهي رودس دومتي فته بس بطعم الطماطم. هي مرسوم عليها طماطم، انا مش عارف ايه الفرق بين الفته العاديه والفته بالطماطم، هنعرف برضه الفرق دلوقتي. وبرضه رودس سعرها 8 جنيه. افتح كده. هنا بقى قوام رودس متوسط كده بين طعمه ودومتي، يعني لا ماسكه نفسها قوي ولا سايبه قوي، حاجه كده في النص. طيب ده بالنسبه للقوام. تعالوا بقى نشوف الطعم. ناخد برضه واحده توست المعلقه. اهو شايفين هنا بقى ايه قوام يعني ايه اقل من دومتي سيكا. هنشوف بقى الفرد برضه مش احسن حاجه. خلينا بقى ندوق، بسم الله. هنا بقى رودس طعمها احسن من دومتي، وطعمها تحس ان الدسم فيها كده اكتر. اول ما اكلتها لا حسيت ان هي مختلفه عن دومتي، وطعمها يعني مختلفه اختلاف كبير. رودس هنا الدسم اعلى، فمديها حلاوه كده في الطعم، تخليك ايه بتستمتع وانت بتاكلها كده. وبرده ملحها مظبوط، فلا عجبتني وكده افضلها عن دومتي وطعمها. تعالوا بقى نشوف النوع التاني من رودس، هي جبنه فيتا بس مش مرسوم عليها بقى المره دي طماطم. نشوف برده الطعم مختلف ولا هي وبرده سعرها 8 جنيه. نفتح كده. هنا برده نفس قوام رودس التانيه، نفس القوام بالظبط ما اختلفش. ناخد برضو واحدة توست كده، ناخد معلقة نحطها على العيش ونجرب نفرد. هنا برضو نفس الفرد بتاع رودس التانية، فما مفهومش فرق كبير قوي. هندوق بقى، بسم الله. مش حاسس بفرق كبير قوي بين نوعين رودس، مش عارف ليه. هنجيب السندوتش كده بتاع رودس ونحاول ايه ناكلهم هما الاتنين مع بعض كده، يمكن نطلع فرق. ويعني الفرق مش ملاحظ قوي، مش كبير، بس يعني ايه اظن ان الدسم في رودس اللي هي العاديه ديت اكتر من رودس بالطماطم. هو الدسم اكتر شويه، بس يعني لو ركزت او انما لو ما ركزتش مش هتلاحظ الفرق ده خالص. هما الاثنين يعني بالنسبه لي واحد، فمش هتفرق دي من دي. ناخد بقى اخر نوع في الفته وهو عبولاند، برده بسعر 8 جنيه. نفتح برده كده. هنا برده القوام تقريبا زي رودس بالظبط، القوام زي نفس نوعين رودس بالظبط، ما اختلفش حاجه يعني. ناخد برده عيش وناخد معلقه.
نحاول نفرد كده. اظن دي احسن واحده اتفردت فيهم، اتفردت على طول، الفرد احسن شويه. خلينا ندوق بقى، بسم الله. هنا بقى عبولاند تحسها يعني ايه طعمها كده مش اقوى حاجه، يعني تحس فيها سنه مزازه شويه عن التانيين. تعالوا بقى نرتبهم كده الترتيب النهائي في الجبنه الفته. طيب ده الترتيب النهائي بالنسبه لي في الجبنه الفته. اقل حاجه طعمها يعني كان فيها ايه افتر تيست كده غريب، وقوامها مش حلو، يعني قوامها خفيف كده فما عجبتنيش. بعدها عبولاند زي ما قلت لكم ان فيها سنه مزازه كده، فالطعم ما كانش احسن حاجه. تاني حاجه دومتي كان القوام بتاعها حلو والطعم مظبوط، لكن الدسامه فيه ما كانتش عاليه قوي زي رودس. واحسن حاجه في الفته بقى يا رودس. النوعين هما الاثنين تقريبا نفس الطعم ونفس كل حاجه، لكن يعني ايه رودس اللي هي العاديه دي من غير طماطم اكتر دسامه شويه، فايه خليتها في المركز الاول. بس هما الاثنين يعني ايه بالنسبه لي واحد، مش هتفرق كتير سواء دي او دي، لو لقيت الاثنين هجيبهم. كده الترتيب زي ما قلنا، اخر حاجه طعمه، بعدها عبولاند، بعدها دومتي، وبعدها رودس. بقى نشوف الجبنه الشيدر. طيب لو انت بقى مش حابب تاكل جبنه فته وحابب مثلا تاكل جبنه شيدر، تاكل ايه؟ جبت برضو 4 انواع. اول واحده جبنه عبولاند بطعم الجبنه الشيدر، ثاني واحده جبنتي برضو بطعم الجبنه الشيدر، وثالث واحده رودس برضو بطعم الجبنه الشيدر. دول بقى سعرهم 8 جنيه. واخر واحده دومتي بطعم الجبنه الشيدر برضو بسعر 15 جنيه. انا بقى دورت على دومتي الحجم الصغير بطعم الشيدر، ما لقيتش خالص، تقريبا ما بيعملوش اصلا، فدي نقطه سلبيه في دومتي. افرض مثلا انا عايز اكل جبنه دومتي شيدر علبه صغيره، ليه بقى مش موجوده؟ ليه اضطر اشتري العلبه الكبيره اللي هي ب 15 جنيه؟ فمش عارف، اتمنى يعني يعملوا الحجم الصغير منه. وهكذا برضو في كل الاطعمه غير الفته، يعني الفته هم مهتمين يعملوا العلبه الصغيره، لكن دومتي الانواع التانيه لا، كلها علب كبيره اللي هي اقل حاجه الربع دي. تعالوا بقى نجربهم واحده واحده. نجرب اول حاجه جبنتي بطعم الشيدر بالسعر 8 جنيه. نفتح كده. هنا بقى زي ما انتم شايفين اللون مصفر كده شويه، على اساس يعني جبنه شيدر وكده، لكن القوام برضو تحسه ايه خفيف كده، تحسه فيه ميه زياده شويه. ناخد برضو واحد توست كده، ناخد معلقه. شايفين القوام تحسه كريمي اكتر كده، مش ماسك نفسه. بس هنا ايه بقى يعني سهله في الفرد خالص، تحسها كده جبنه كيري ولا حاجه. خلينا ندوق بقى، بسم الله. طعمها غريب كده، في سنة مرارة، مش عارف يعني ليه الطعم غريب كده. برضه هنا الجبنة بتدوب في البوق قوي كده بزيادة، يعني انا زي ما قلت لكم احب القوام ايه ماسك نفسه كده شوية، فلا ما حبيتهاش خالص، يعني طعمها غريب كده وفيها سنة مرارة كده، ما حبيتهاش. ناخد بقى النوع التاني وهو عبولاند جبنة شيدر، برضه السعر 8 جنيه. نفتحها كده. هنا بقى الجبنة غامقة كده شوية، اكثر صفارا يعني، وهنا برضه القوام كده ماسك نفسه وحلو. نجيب برضه واحدة توست كده والمعلقة. زي ما قلت لكم هنا الجبنه ماسكه نفسها، طبعا على عيش اسهل حاجه في الفرد، مش زي الجبنه البيضاء. خلينا ندوق بقى، بسم الله. هنا بقى الطعم احسن شويه، يعني قريب قوي للجبنه الشيدر، كانك يعني بتاكل جبنه الشيدر اللي هي العاديه خالص، والقوام حلو كده ماسكه نفسها، والملح مظبوط، فلا عجبتني اكتر من جبنتي طبعا، بس مستنيها بقى منافسه كبيره من دومتي وولس. تعالوا بقى نجرب دومتي بطعم الجبنه الشيدر بسعر 15 جنيه. نفتح كده. هنا بقى الجبنه صفرا اكتر من عبولاند وجبنتي، هل ده دليل ان الطعم اقوى ولا لا؟ هنشوف اهو. ناخد برضه التوست كده وناخد معلقه. شايفين هنا بقى القوام كده ماسك نفسه اكتر من عبولاند واكتر من جبنتي. نحاول نفردها بقى كده. لا، في الفرد احسن من عبولاند واحسن من جبنتي، يعني جبنتي اتفردت على طول، بس انا ما حبيتش القوام بتاعها، يعني بالنسبه لي لا دومتي احسن شويه. خلينا بقى ندوق، بسم الله. هنا برضو الطعم هادي زي دومتي كده الفته العاديه، وواضح ان دومتي واخده ايه النهج بتاع الطعم الهادي كده، وان انت ايه تستمتع بالحاجه وانت بتاكلها، اللي هي ما تحاولش تخطفك بقوه الطعم وكده، وان انت يعني ايه تقول ان الجبنه دي احسن وكده، لا يعني انت المفروض ان انت تفضل الطعم الهادي كده اللي تعرف تاكله وتاكل منه كتير. فدي برضو عجبتني احسن من عبولاند واحسن من جبنتي. طبعا نشوف اخر حاجه جبنه رودس بطعم الشيدر السعر 8 جنيه. نفتح كده. هنا بقى رجعنا للون الافتح شويه، كانت اغمق حاجه في اللون كانت دومتي، ودي برضو افتح من عبولاند، يعني اللون افتح شويه، لكن القوام نفس قوام عبولاند بالظبط، برضو ما اختلفش. ناخد برضو واحده توست وناخد المعلقه. هنا برضو شايفين القوام زي عبولاند بالظبط. هنا بقى نفردها كده. هنا برضو الفرد مش احسن حاجه، يعني صعبه في الفرد شويه، كانت احسن واحده في الفرد فيهم هي دومتي. خلينا ندوق بقى، بسم الله. هنا بقى رودس طعمها يعني مش قوي قوي، لكن فيها لسعه الجبنه الشيدر كده اللي هي في الاخر، يعني في اخر القطمه انت بتاكلها كده بيبقى في لسعه كده بتاعت الجبنه الشيدر هي موجوده فيها، لكن كطعم بقى يخطفك اول ما تاكلها وكده لا، يعني هي برضه هاديه، طعم مش قوي قوي. فتعالوا بقى اقول لكم على الترتيب النهائي بتاع الجبنه الشيدر. طيب ده الترتيب النهائي بالنسبه لي في الجبنه الشيدر. اخر حاجه جبنتي، طعم كان فيه مراره كده في الاخر، والقوام كده ما كانش حلو فما عجبتنيش خالص. بعدها عبولاند الطعم ما كانش قوي قوي، هتحس انت بتاكل جبنه شيدر وكل حاجه، لكن الطعم ما كانش قوي
قوي. بعدها اودس الطعم كده هادي وطعمه حلو، لكن زي ما قلت لكم فيها اللسعه بتاعه الجبنه الشيدر في الاخر. بصراحه كنت محتار بينها وبين عبور لاند، بس لا يعني بعد ما اكلتهم هما الاثنين لقيت ان اودس ايه احسن شويه. واول حاجه بقى هي دومتي، يعني بصراحه طعمها حلو كانك بتاكل جبنه شيدر بالظبط، فدي اكتر واحده عجبتني فيهم. يعني كده الترتيب زي ما قلنا، اخر حاجه جبنتي، بعد كده عبور لاند، بعد كده اودس، بعد كده دومتي. في الاخر بقى انا اتبسطت بالفيديو، يعني تقريبا كده قدرت احدد انا هشتري ايه بعد كده. يعني مثلا لو هاكل جبنه فيتا اروح اجيب اودس، لو هاكل مثلا جبنه شيدر اروح اجيب دومتي. فيا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تتابعنا على الانستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. وبس كده، سلام.